بص يا صاحبي، الحلقه دي مش عاديه خالص. ليه؟ وده لانها مليانه نصايح وافكار كتير هتفرق معاك من اول ثانيه في الموسم، وكمان هوري لك تشكيلتي النهائيه اللي انا هبدا بيها ان شاء الله الموسم. وده لان احنا خلاص وفاضل ساعات على الديدلاين، واي اختيار هتعمله دلوقتي ممكن يفرق معاك في النقط من اول اسبوع. فركز بقى كده معايا. سؤال بس الاول، انت بصيت على جدول الفرق؟ واول حاجه المفروض بتعملها تشوف مين عنده بدايه سهله. وده ليه؟ عشان دي اكتر حاجه هتساعدك انك تجيب نقط من بدري ان شاء الله. بعدها بقى اقول لك تكون فريقك على حسب اللعيبه طبعا اللي مضمونه ان هي بتشارك اساسي، وتحاول تخلي فيهم لاعب او اتنين ديفرنشال كده، بس مش لازم تزود كتير علشان برضه ما ينفعش في اول الموسم تبدا بريسكات كتير مش محسوبه. واخر حاجه بقى عايز اقول لك عليها هي انك قبل الديدلاين بساعه لازم تحاول كده تتابع انك تفتح دايما عشان تشوف مين هيلعب ومين لا، او لو في لعيب مصاب مهم ولا حاجه تغيره لو ما عندكش حد يغطيه على الدكه. فدي حقيقي نقطه مهمه. طيب خلينا كده يا ابو الصحاب ندخل في المهم ونشوف التشكيله اللي انا هبدا بيها. وفي الحراسه هيكون معايا سانشيز من تشيلسي ودوبرافكا، طبعا اكتر حارس تقريبا اللعبه كلها هتكون جايبها. وفي الدفاع بقى هيبقى معايا لاعب زي فان دي فين من توتنهام، وهيبقى معايا اولي اينا اللي انا بصراحه محتار بينه وبين نيكو ويليامز، بس مش تفرق يعني، هو المهم ان هو مدافع ب 5 مليون من نوتنجهام. وهيكون جنبه ايت نوري ان شاء الله يعني يعمل لي اي مشاركات هجوميه. انا كنت بفاضل بينه وبين بيدرو بورو وبين كوكوريا، بس عشان عندي في الحراسه سانشيز من تشيلسي فما رضيتش ابدا بدبل دفاع من تشيلسي، وقلت اخليني بواحد بس لغايه لما نشوف دفاع تشيلسي هيبقى عامل ايه في اول الموسم كده. وبعد كده طبعا بيدرو بورو قلت برضو مش عايز ابدا من بدبل من توتنهام، علشان برضو ما برشحش موضوع انك تدبل من حد في الدفاع في اول جوله بالذات. ورابع لاعب بقى معايا هيكون كونسا من استون فيلا. هو اول ماتش عندهم نيوكاسل مثلا ممكن يقعد على الدكه او يعتبر ماتش صعب، بس بعد كده جدول ماتشات استون فيلا هتبقى كويسه. ومعايا لاعب خامس هيبقى دكه طبعا، هو استيفي، برضه هيبقى من اكتر الناس اللي في اللعبه اللي ملكيتهم عاليه بسبب ان هو مدافع رخيص، وهيلعب برضه ان شاء الله اساسي، هياخد وقت يعني ويشارك. نيجي بقى لخط النص، هنلاقي ان خط النص عندي بيتكون من محمد صلاح طبعا في البدايه. انا يعني قعدت افكر كتير بصراحه ان انا ما ابداش بيه واوزع الميزانيه على طبعا بقيه لعيبه خط النص، بس بصراحه صلاح ولا بدايه موسم كان بلانك فيها، وكلنا عارفين طبعا الموضوع ده. وبورنموث ماتش برده مش صعب قوي ولا هو رخم قوي، وان شاء الله اتوقع ان الماتش ده يبقى فيه جوان كتير، فعشان كده قررت ان انا ابدا بصلاح يبقى معايا يعني اساسي في خط النص في الاسبوع الاول. وهيكون معاه برده من ليفربول في خط النص انا جايب كودي جاكبو. كنت بصراحه يعني محتار شويه بين فيرتز وكاجبو، لكن بصراحه كودي جاكبو انا حاسس ان هو هيبقى مفاجاه الموسم، وافتكروا كلامي ده. فكده طبعا معانا اتنين لعيبه من ليفربول، وتالت لاعب هيبقى بيدرو نيتو، انا جايبه عشان برده ككفر هجومي من تشيلسي. وهتشوفوا انه كان صعب قد ايه ان انا اجيب بالمر. انا عارف ان نسبه ملكيته عاليه جدا دلوقتي تقريبا عدت ال 60%، فعشان كده كان لازم يكون معايا حد كفر هجومي من تشيلسي، واخترت انا بيدرو نيتو. اللعيب اللي بعد كده هو قدوس من توتنهام، وان شاء الله يعني يعمل موسم كويس كده. واللعيب اللي بعد كده هو ريندرز من مانشستر سيتي. وبكده نكون قفلنا خط النص بنسبه كبيره زي ما قلت لكم. هي دي تشكيلتي النهائيه اللي انا هبدا بيها باذن الله بكره، لو ما حصلش اي تغيير في الاصابات، وده كله هنتابعه. واحاول ايه في اخر وقت كده قبل الديدلاين لو في اي اخبار جديده ان شاء الله نطلع بفيديو او لايف او انزل لكم بوست اقول لكم فيه لو في حد اتصاب ولا حاجه. ونيجي بعد كده بقى لخط الهجوم. خط الهجوم طبعا انا نفس المشكله اللي وقعت فيها مع صلاح، هل ابدا بهالاند ولا اوزع الميزانيه او اوزع الفلوس طالما انا معايا صلاح على بقيه اللعيبه برضو بتاعه خط الهجوم او خط الدفاع، والعب بلعيبه مثلا مدافعين بريميوم زي بيدرو بورو، فريمبونج، كريكيز. كل الكلام ده كان هيتظبط معايا طبعا لو كنت بدات بصلاح مثلا من غير هالاند، او هالاند من غير صلاح. بس انا بصراحه قررت ابدا بهالاند عشان الراجل مرعب يا جدعان، وبري سيزون مستواه كويس. وكمان في البدايه انا حقيقي قعدت محتار كتير، طب صلاح اللي هيكون احسن وافيد الموسم ده ولا هالاند؟ علشان طبعا كل السيتي بيخدم عليه، وبالذات بعد التدعيمات الجديده سواء شاركي او سواء مرموش او كل الشباب دي. هنلاقي ان هالاند ممكن برضو مستواه يعلى شويه، او نسبه التهديف عنده تزيد شويه عن الموسم اللي فات. فانا قررت اعمل حاجه ان انا ابدا بهالاند وصلاح، ولو لقيت ان في واحد فيهم مستواه مش كويس بعد اول جوله هو ده اللي ممكن ابيعه وابدا بقى افكه. بالنسبه لي هتبقى سهل ان انا انزل للعيبه ارخص من الاثنين دول بكل سهوله. وبس كده، ده كان بالنسبه لنقطه تبدا بهالاند او صلاح او الاثنين مع بعض. انا دي وجهه نظري. تاني لعيب معانا في الهجوم هيكون جواو بيدرو من تشيلسي، وده طبعا عشان نسبه ملكيته الكبيره بالشكل الرهيب ده، فمش هينفع ادخل من غير بالمر ومن غير جواو بيدرو. واخر لاعب معايا في المهاجمين هو مارك جيو. بس عايزك دلوقتي تنزل في الكومنتات تقول لي انت شايف كده التشكيله كويسه ولا محتاج ان انا اغير فيها حد. وخليني اقول لك ان انا بالفعل جربت ان انا اغير كده تغييرات بسيطه على التشكيله، وشلت صلاح من التشكيله عشان اشوف كده هل هقدر استفيد من الفلوس دي باكتر من مركز، وهل مستاهله ولا لا. وعايزك برضو تبقى تكتب لي رايك تحت في الكومنتات. وانا يا صاحبي عملت تشكيلتين، والاولى هوريها لك دلوقتي، تعال نشوفها مع بعض. طبعا اغلب التشكيله هتبقى زي ما هي، انا يا دوب عملت تغييرتين ثلاثه كده وهنشوفهم دلوقتي مع بعض.
اول تشكيله عملتها عندي في الفريق طبعا ان انا بعت محمد صلاح وجبت مكانه فيرتس عشان ابقى انا مغطي محمد صلاح لو عمل حاجه كبيره بفيرتس طبعا وجاكبو. وتاني حاجه عملتها في التشكيله ان انا شلت مارك جيو وحطيت واتكنز، وشلت جواو بيدرو وحطيت جيوجريس من ارسنال. فانت شايف انها مستاهله ان انا ابيع صلاح واجيب بداله فيرتس وازود خط الهجوم من مارك جيو وجواو بيدرو لواتكنز وجيوجريس؟ قول لي تحت برضو في الكومنتات، هستنى رايك. وبالنسبه للتغييرات التانية اللي انا قلت لك عليها برضو ان انا عملتها كتشكيله تانية يعني غير اللي فاتت، هو اني مشيت صلاح وجبت روجرز، ومشيت بيدرو نيتو وجبت كول بالمر، ومشيت مارك جيو طبعا وجبت ايفانيلسون، ومشيت جواو بيدرو وجبت جيوجريز من ارسنال، او هيبقى معاك فرصه ان انت تجيب واتكنز. يعني في الحاله دي القرار يرجع لك انت. فبالنسبه لك ممكن تقول لي في الكومنتات تحت ايه اللي انت شايف ان انا يعني اعمله، او مين اللعيب اللي انا اطلعه من تشكيلتي واجيب بداله مين، و... وانت شايف ايه احسن تشكيله فيهم. والتشكيلتين بصراحه بالنسبه لي فيهم مميزات وفيهم عيوب، بس الواضح انك ممكن تبني فريق قوي حتى من غير ما تحط صلاح. انا عن نفسي محتار اعمل ايه. انت شايف انهي تشكيله اقوى من اللي احنا عرضناهم دول؟ عندي ليك يا ابو الصحاب كام نصيحه كده بسرعه هنقولهم قبل ما نختم. بصراحه مش عايزك تعمل تبديلات مجانيه على تغييرات ملهاش لازمه، وكمان مش عايزك تختار كابتن ريسك في اول جولات، حاول تخليك في المضمون. وتالت حاجه هي ان الدكه بتاعتك لازم تكون كويسه، حتى لو مش هتبدا ببنش بوست يعني في الاسبوع الاول، عشان الموسم لسه طويل ومحدش ضامن الاصابات. ممكن في اول جوله تحصل اصابه ولا حاجه في فريقك فتضطر ان انت تعمل تغييرات. وحاول ما تعملش التغييرات الا قبل الديدلاين بحاجه بسيطه. وعايزك تقول لي زي ما اتفقنا بقى مين اللي انا لازم اجيبه قبل الجوله الاولى، ومين اللي انت شايف ان انا لازم اطلعه من فرقتي. ولو عندك اي سؤال سيبه لي تحت برضه في الكومنتات ونتشارك مع بعض الراي. وما تنساش لو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو تعمل لايك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول ما ننزل فيديو جديد باذن الله، عشان ان شاء الله هننزل كل اسبوع بحلقات عن اقوى تشكيلات وايلد كارد والكباتن المضمونين وكباتن الريسك. وهنعمل مع بعض ان شاء الله موسم قوي ومميز عشان نكمل مع بعض ان شاء الله طول الموسم اللي كل اسبوع فيه هنعمل فيه تشكيلات مقترحه للوايلد كارد، هنشوف مين الكباتن المضمونه والكباتن الريسك وحاجات تانية كتير. فتابعني علشان نبقى دايما كده مع بعض. وما تنساش في النهايه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله على خير. سلام.